عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. ومعنا اليوم قصة جميلة جدا تحكي عن الدين وأداء الدين والنية الصادقة. هذا سباعي اقترض فوق 1,000,000 ريال وكان كفيله هو صديقه الرشيدي. عندما دخل في مشروع أو مشاريع خسر هذا المال السبيعي ولم يستطع السداد، فمن وقع في المشكلة؟ أكيد الرشيد الكفيل. ولكن السبيعي كان وفيا وذهب إلى الرشيد وقال: لا تخاف، والله حتى لو يسجنونني ليس هنالك أي مشكلة، المهم أن لا يصيبك مكروه وأنا معك فلا تخاف. أتى وفد من الرشايدة إلى زامن السبيعي وحكوا له القصة وماذا فعل السبيعي، وأن الآن رفيقهم الرشيدي موقف خدماته بعد عدم سداد السبيعي، وأنه يعاني الآن من هذه المشكلة كثيرا. وما كان من زامن السبيعي إلا قام بالوفاء. كيف ذلك؟ قام بتقديم لهم مفتاح السيارة وقال: هذا بيتي، معه أيضا مع السيارة بيعوها وسددوا على السبيعي من دين لتحل المشكلة. قال من حضر الاجتماع: نحن لا نطلب منك أن تستقوم السداد، أنت معروف ولا تحتاج إلى شهادة، ولكن الحمل إذا وزع بين الرجال هان وسهل. ففعلا قاموا بالفعل، مجموعة المتواجدة، وكفل كل منهم بدفع مبلغ حتى قرب أن يكتمل هذا المبلغ، وبقي مبلغ ليس بالكبير تكفل به أحد الأشخاص. فسبحان الله، ماذا الذي حمل زامن يقوم بهذا العمل وأن يقوم الجميع بالسداد؟ هذا يدل على صدق ونية السبيع الصادقة في الوفاء. فأنت متى ما أردت أن تستدين وكانت نيتك صادقة في أن ترد الحقوق إلى أصحابها وترد هذا الدين، سيؤدي الله عنك بطريق أو طرق قد لا تخطر على بالك، فقط اصدق النية. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.